انا مش عارفه بس ايه اللي حصل لك يا بنتي، بجد انا مش عارفه. ايه دي بس يا مايا يا حبيبتي، ان شاء الله خير وان شاء الله الدكتور هيطمنا. انا مش عارف هي البنت ديت مالها نايمه دي كده. يا رب استر يا رب. انا قلقانه أوي على بنتي يارا. ايه يا ليس مالك؟ شكلك تايه قوي كده. ان شاء الله خير. ازي حضرتك يا دكتور؟ طمني الله يخليك. يارا بنتي مالها؟ طمنا يا دكتور. اهلا. كنت بس عايزه اعرف هي بنتكم اكلت حاجه أو كده؟ لا والله يا دكتور، انا بنتي ما اكلتش اي حاجه، حتى ما رضتش تاكل معانا. طيب تمام، بس كنت عايزه اقول لكم ان بنتكم جالها تسمم. ايه؟ وما تقلقوش يعني ان شاء الله خير وهنقدر نعالجه، بس هي هتقعد النهارده في المستشفى وان شاء الله هتمشي بكره. الف سلام عليك يا يارا. انا بجد اتضايقت قوي عليكي. انا يعني قلت لخالته مها ان هي تدخلني، انا كنت عايزه اطمن عليكي بصراحه، وهي قالت لي عرفها ان انا كنت عايزه اخش اطمن عليها. الله يسلمك يا يحيى. انا الحمد لله بقيت احسن شويه. انا بس معدتي وجعتني شويه لما اكلت البتاع اللي كان بره التلاجة ده. يبقى اكيد هو ده اللي عملك التسمم. احنا قلنا للدكتور ان مفيش اي حاجه. طب ثانيه واحده بقى عشان اروح ابلغ الدكتور وكمان اقول لمامتك. بقولك إيه يا خالته، بنتك بتقولي ان كان في حاجه ورا التلاجة هي اكلتها، ما تعرفيش ديت ايه؟ يبقى اكيد هي دي اللي عملت لها تسمم. ايوه ايوه، كان في بتاع كنتاكي كده كان برا التلاجة، واحنا قعدنا كتير قوي كان موجود في التلاجة ومكانش حد عايز ياكله، بس غريبة قوي ان هي كلته. يا ريت بس يا استاذ ليس كله يمشي، يعني هو بس بالكتير قوي 3 تنفرة هنا، لان المستشفى وفي حالات تانية، فما ينفعش كل ده يكون موجود. طيب يلا يا مها بقى، خدي شيماء وكمان ياسمين واتكلي على الله. لا بس انا اكيد مش هسيب بنتي لوحدها. بقولك ايه دلوقتي، انا متضايق ومش طايق اللي قدامي، قلت يلا يبقى يلا. انا بقيت قلقان قوي على يارا بجد، حاسس ان هي لازم تكون معايا في كل وقت وتشاركني في كل حاجة. يا رب يستر وان شاء الله تبقى كويسة. يحيى انت نمت؟ قوم اقعد معايا شوية. طيب ماشي. الحمد لله على السلامة يا قلبي، نورتي بيتك. الله يسلمك يا خالته. طيب بقى انا هروح. ماشي. لا طبعا، هو ايه اللي هتروح؟ انا خليت خالته تيجي تقعد معانا هنا عشان انت تقعد معايا. انا ممكن اسمح لك بس ان انت تطلع تروح البيت تغير. طب يا ستي انا هروح البيت اغير واجي اقعد معاكي شويه. ايوه كده كده انا موافقه تمام ماشي. بس يا ريت بقى ما تتاخرش، انت تتاخر كتير قوي. لا يا ستي مش هتاخر ما تقلقيش. متهيألي كده الطقم مناسب ان انا اقعد بيه. طيب بقى قوليلي الطقم ده حلو؟ ايوه طبعا ده كده كده، انت اصلا ما بتلبسش حاجه وحشه. طيب يا ستي شكرا. فاكر لما اتكعبلت واحنا رايحين نجيب هدوم ليا؟ هو انا مش فاهمه بجد، هو اللي اسمه يحيى ويارا بيتعاملوا ليه كده مع بعض؟ هو انا مش بنت خالته زيها؟ ليه بقى بيعاملني كده؟ بجد النهارده كان اليوم مرهق او بطريقه مش طبيعيه، بس الحمد لله بنتي قامت بالسلامه. طيب دلوقتي خلينا ما اروح بقى اشوف ليس بيعمل ايه. ليس انت نمت؟ لا لا انا ما نمتش ولا حاجه، انا بس عماله افكر شويه عشان الشغل. طيب يا حبيبي ربنا معاك يا رب. طيب بقى روح نام عشان انت اكيد عايز تنام دلوقتي. خلينا مع لعب كوتشي. خليني بقى عشان انام، بجد تعبانه. خليني بسرعه اروح اصحي يحيى، انا بجد تعبت كل يوم اصحى مفجوعه. يحيى ما انت صاحي اهوت. بيتهيألي كده الطقم ممتاز وشكله حلو. الساعه كام؟ خليني بسرعه اقوم البس. متهيألي كده الطقم شكله حلو. يلا مرن على يحيى اقوله. الو. انا جهزت خلاص انا نازله. صباح الخير يا تيتا، عن اذنك. مالها البت ديت؟ بجرب بسرعه على كده. خليني بقى بسرعه كده اما اطلع عشان انا خايفه ان انا اتكعبل على وشي دلوقتي. راح فين يحيى؟ انا مش لاقيه يحيى، قال لي انا واقفه عند البيت عندك، مش لاقيه ولا لاقيه حتى العربيه. خليني ما اقعد ادور عليه كده كل يوم زي كده. ها يارا، اتفضلي. كل دوت. انا اتاخرت النهارده على الشغل، بجد مش عارفه اقول ايه ليحيى. ايه ده؟ فارس هناك. خليني كده اما ادخل. يارا.
ازيك؟ الحمد لله، انتي عاملة ايه؟ كويسة؟ اه الحمد لله. عن اذنك بس عشان متأخرة. يا ربي. انا شكلي اتأخرت النهاردة على الشغل. ايه ده؟ يحيى. ازيك يا يحيى؟ عامل ايه؟ فينك مختفي بقالك كتير قوي ومش ظاهر كده. اصل انا خطوبتي كمان يومين، فعشان كده بس مش فاضي بجهز وكده. عن اذنك بقى لاني لازم دلوقتي اروح عشان اشوف اللي ورايا. انا بجد مش عارفه هو ازاي يعني نساني وهيخطب ويمشي ويسيبني. انا لازم دلوقتي اكلم يارا واقول لها ان انا هاجي اتقدم لك، ومعرفش بقى هجيبها لها ازاي. المهم ان انا هكلمها واقول لها كده انا عملت نصيبه. ايه ده؟ ايه يحيى بيرن عليا؟ الو، ازيك يا يحيى؟ الحمد لله انا كويس. بقولك ايه، اعملي لي ميعاد مع باباكي، انا جاي اتقدم لك. ايه بتقول ايه؟ انا بجد مبسوطه قوي، بجد مبسوطه جدا. انا مبسوطه قوي ان هو جه وقال لي ان انا هتقدم لك وكده. بقولك ايه، ما هو ابنك يحيى مش ناوي ان هو يخطب يعني وكده؟ لا والله كذا مره اقوله بس هو مش ناوي. ياه، انا بجد مبسوطه قوي وبجد مش مصدقه نفسي. لازم دلوقتي اروح ابلغ ماما واعرفها وافرحها. ماما بس عايزاكي ثواني، عن اذنك يا خالته، عايزه ماما. ماما انا عايزه اقولك ان يحيى طلب ايدي وعايز يكلم بابا، بس مش عارفه اعمل ايه. طيب يا حبيبتي، يحيى ابننا وكمان احنا عارفينه، ده ابن خالتك. خلاص لما باباك يجي قوليله. طيب يا ماما ماشي. بابا كنت عايزة أقولك يعني إن يحيى كان عايز يجي يتقدم لي وقال لي يعني إن هو عايز يكلمك وكده يعني. طب يا حبيبتي تمام، مفيش أي مشكلة. خلاص أنا هكلمه ونتفق على ميعاد وإن شاء الله خير ونشوف الدنيا ايه. عمو أنا طالب إيد بنتك يارا، وعلى فكرة هبسطها والله. طب يا حبيبي هنسألها دلوقتي. ايه ده؟ بابا بيناديني، خليني اما اروح، انا متوترة قوي. ازيك يا عمو؟ ازيك يا يحيى؟ ازيكم عاملين ايه؟ مش عارفه اقول ايه. هاي يا ماما، انا مش عارفه اختار فستان ايه، كلهم عاجبيني قوي. طب يا حبيبتي شوفي الفستان ده كده. عمو انا هشوف اي بدله البسها. لا، انا حاسس ان دي وحشه قوي، هجرب واحده تانية، مش شايفه ان هي احلى حاجه. ماما انا مش عارفه بقى، انا هشوف اختار فستان ايه، ده مش عاجبني. هما العريس والعروسه راحوا فين؟ اتاخروا. انا بجد مبسوطه قوي ان احنا مع بعضينا. بشراك اليوم يا عمري فالآن تحقق ما